معنا في الاستوديو الدكتور محمد جميح الكاتب والباحث السياسي اليمني، ومن الرياض حمدان الشهري الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن صنعاء دكتور عبد الوهاب الشرفي الكاتب والباحث السياسي. دكتور جميح، أولا هنا في الاستوديو، بما نفسر هذا الموقف الأمريكي السريع وعالي السقف؟ طبعا هو الأمريكيون محكومون في علاقاتهم بالدول بالمصلحة الأمريكية تحديدا، يعني هم لا ينطلقون من منطلق القيم سواء كان القيم الأمريكية التي يتحدثون عنها أو حتى القيم الدولية، فهم محكومون بمصالحهم هم. طبعا لا شك أن ما حصل أمس في صنعاء كان جريمة مروعة، و يعني لاقت إدانة واسعة داخليا وخارجيا وعلى الصعيد الأممي. الأمريكيون هم في وارد تقليص العلاقة مع المملكة العربية السعودية في تصوري من قبل هذه الجزئية. يعني وجاءت حادثة الأمس بمثابة بين قوسين هدية من السماء لأمريكا كي تعلن هذا الموقف الحديث، يعني حتى تجاوز دكتور محمد جميح الاعتبارات الدبلوماسية. لا نمنحكم شيكا على بياض، وسنراجع فوريا علاقاتنا معكم ودورنا في التحالف. لغة قوية جدا، وأنا أعتقد أنه ليس ما حدث بالأمس وراء هذه اللغة القوية جدا، وإنما هناك نوع من عندما تستقرأ مشهد العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة أو الشهور الأخيرة تحديدا بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني والخلافات الدائمة التي ظهرت إلى السطح بين السعودية والأمريكيين، يبدو أن الأمريكان ليسوا في وارد بالفعل استمرار العلاقة إلى ما لا نهاية، لكنها ليست على أحداث صنعاء، وإنما عدة عوامل أخرى. الاستغناء عن النفط اتجاه الأمريكان إلى منطقة جنوب شرق آسيا لمواجهة الصين، الانفتاح على إيران بطريقة. سنصل إلى هذه النقطة بعد قليل. أستاذ حمدان الشهري في الرياض، كيف تتلقى المملكة هذه اللغة والموقف الأمريكي؟ أولا أحييك عزيزي، وأحيي الدكتور جميح، وأحيي مشاهدي قناة العربي. فقط للتصحيح، أيضا أنا دكتور، يعني أعطيت اللقب هذا لعبد الوهاب الشرفي دكتور طبعا، فأنا أيضا كذلك. نعم عفوا، نعم. على كل حال، طبعا تعرف مثل التصريحات الأمريكية، تعرف الخذلان الأمريكي ليس هو بداية، بل ما يحصل، دعنا نقولها بكل صراحة، في اليمن هو بسبب أمريكا، وهو من يؤخر ويعطل دائما وأبدا التقدم القوات التحالف العربي لعمل دائما وتحقيق أي نصر. هذا كلام جديد دكتور الشهري، هذا كلام خطير. الولايات المتحدة تمنع إحراز أي تقدم في اليمن؟ نعم، دعني أقولها بكل صراحة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تتعامل مع حليف إيران، وهو الحوثي. إذن الولايات المتحدة تعرف أن هناك قرار 22/16. لماذا لا يتم ذلك؟ قبل أيام أو قبل شهر تدخلت الولايات المتحدة لتقول أن لديها تسوية أو لديها مقترح أو مشروع بأن يكون هناك تسليم للأسلحة إلى طرف ثالث. طبعا بعد ذلك الحوثي رفض، ولم نسمع الجانب الأمريكي يعلق على ذلك أو يرسل تهديدات لهم، أو حتى يقول أن فرصكم انتهت. من يعطي دائما الأمل والضوء الأخضر لإيران والحوثي وجميع الميليشيات التابعة لإيران الإرهابية هم الولايات المتحدة تحت غطائهم، ومن يقاتل معهم في العراق ومن يقاتل الآن في سوريا هم، وكذلك الروس. إذا تحدثنا بكل صراحة أن هذه الميليشيات وإيران لا تستطيع فعله بدون الغطاء الأمريكي والروسي الذي يسهل لها ذلك لتنشغل المنطقة وتبقى بعيدا عن إسرائيل، وتقوم بهذا الدور القدر إيران ومن يتبعها سواء من ميليشيات أو من اصطف في صفها كالمخلوع علي صالح الذي ركب هذه الموجة ويعرف أنه الآن في القارب الإيراني حتى ترضى عنه الدول الغربية، فلذلك هو الآن معهم. وإلا يعرف أن المملكة العربية السعودية قد ساعدته لأكثر من 3 عقود، بل وقد عالجته، بل وقد عملت كل شيء لليمن. فماذا قدمت له إيران؟ لا شيء سيدي دكتور الشهري، تتحدث وكأن الولايات المتحدة يعني دولة عدو للسعودية وليست حليف عمر التحالف 70 عاما. أحسنت. هي في ال5 سنوات الأخيرة ليست كذلك. هي تظهر لك وكأنها في الواقع
هي حليف لكنها من تحت الطاولة، هي الحليف الصادق اليوم لإيران وهي من تسهل لها ذلك. بل دعني أعود قليلا، منذ أن غزت العراق وسلمتها إلى إيران كانت خيوط اللعبة قد انكشفت. تعرف ما يحصل في سوريا من 5 سنوات، لولا الضوء الأخضر الأمريكي لم تكن لتستطيع روسيا أن تعربد في المنطقة وتفعل ما تفعله. إذا أردنا الحديث وأرادت الولايات المتحدة كما تقول الحديث عن حقوق الإنسان والحديث عن الإنسانية، فلتنقذ ما يحصل اليوم في حلب. استخدمت جميع الأسلحة، هي حرب عالمية مصغرة اليوم نراها هناك. لو المملكة العربية السعودية وقوات التحالف استخدموا نصف أقول ما استخدم في حلب ليس في كل سوريا، لا كانت اليوم اليمن خرابا. لكن أريد أن أضيف نقطة واحدة سيد الكريم، ما يحصل في اليمن يا سيدي هو استعادة للشرعية، بمعنى قوات التحالف تريد أن تستعيد اليمن لتعيدها للحكومة اليمنية واليمن، بمعنى عندما تختطف بيت أو يدخل لصوص إلى هذه البيت لن تسعى الشرطة إلى تدمير البيت، لكن قد يكون هناك آثار لمحاولة استردادها من هؤلاء اللصوص والمجرمين لإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين. هذا ما يحصل في اليمن، لا نبحث عن تدمير لليمن ولا للشعب اليمني، وكل ما يحصل هو إعادة الشرعية إلى أهلها وإلى أهل اليمن، وأخذ هؤلاء الانقلابيين الذين يعملون لأجندة خارجية إيرانية وهم إرهابيون. لا أعرف هذه القلة إلى متى ترضى عنها وتسكت جميع المجتمع الدولي. واضح. دكتور الشرفي، كيف تستقبل صنعاء والسلطات الموجودة الآن في صنعاء هذا الخلاف الظاهر يبدو السعودي الأمريكي؟ هل تراها مكسبا لها يمكن أن تعمل على تثميره؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين الأكارم. هو بالطبع ما يحصل ليس المرة الأولى التي تصرح فيها الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات في ظاهرها أنها منزعجة من بعض تصرفات المملكة العربية السعودية تجاه حربها أو عدوانها على اليمن، لكن ربما كانت هذه هي المرة الأكثر حدة، ومن الطبيعي أن تكون الأكثر حدة لأن الحدث الذي حصل ليس بالحدث الذي بنفس حجم المستوى الأحداث السابقة. اليمن هي شهدت مئات الضربات للمدنيين، لكن هذه الضربة بالذات كانت ضربة في وسط العاصمة صنعاء، المدينة التي يسكنها ملايين البشر وفي وضح النهار، وبالتالي كانت عملية سافرة لا بد لها أن تؤثر على الرأي العام، ويؤدي ذلك إلى ضغوط هائلة على الإدارات الأمريكية على الإدارة الأمريكية. وهذا هو منطلق الصوت العالي الذي ترفعه الآن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يغطي السعودية أمميا، هي من يغطيها سياسيا، هي من يزودها بالكذائف، هي أيضا تقول أنها ستراجع. دكتور الشرفي، الولايات المتحدة تقول الآن إنها ستراجع سياستها ودعمها للسعودية في عملية عاصفة الحزم. دعني لو سمحت أسأل ضيفي هنا في الاستوديو دكتور محمد جميح، ما المقصود بهذا عندما تقول أمريكا سنراجع دعمنا وربما سنقلصه؟ يعني ما يوجد بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس تحالفا بالمعنى الحقيقي للتحالف. الولايات المتحدة الأمريكية تاجر يبيع سلاح ويبيع خبرة، وبالتالي في التجارة لا يوجد هناك تحالف، إنما توجد مصالح ومنافع، بمعنى أن هناك جزء كبير من الترسانة العسكرية السعودية مشترى بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا نتحدث هنا عن تحالف. هناك أيضا خبرات عسكرية أمريكية ربما في ما يخص الطلعات الجوية وما إلى ذلك، وفوق ذلك فالدعم الأمريكي للحرب في اليمن كما قال الناطق الأمريكي اليوم قلص بشكل كبير للغاية في الشهور الأخيرة في شهر أغسطس الماضي، وقال أنه سيقلص. أنا في تصوري أن المشكلة التي نعاني منها في اليمن، بالأمس حصلت جريمة وستحصل غدا جريمة أخرى. ما الذي يمكن أن يحل هذا الإشكال؟ هو نهاية الحرب، والحرب واضحة، أسس حلها واضح، مرجعيات الحل واضحة. يعني الحوثيون على سبيل المثال كانوا يتعللون بأنهم لن يستطيعوا تسليم السلاح للحكومة، لأن الحكومة تعتبر خصما، والخصم لا يعطى له السلاح، وبالتالي كانوا يقولون لمن نسلم السلاح، على أساس أن السلاح هو المعضلة الرئيسية فيما يخص القرار الدولي 22/16.
إذا جاءت خطة ولد الشيخ الأخيرة التي هي أصلا خطة أممية اقترحت بأن يسلم السلاح إلى طرف ثالث. هذا ما قاله جون كيري. لا يسلم وهي مبنية على أساس خطة أممية لولد الشيخ، يسلم لطرف ثالث. ما هو هذا الطرف الثالث؟ هو طرف حددته خطة ولد الشيخ بأنه طرف يمني من الجيش اليمني، ضباط عسكريين يمنيين لم يشتركوا في الحرب منذ يوم 21 سبتمبر 2014 وهو تاريخ انقلاب الحوثيين على النظام في صنعاء. إذا هذا الطرف اليمني المحايد كان يفترض أن تقبل هذه الخطة، ومع كل ذلك رغم حجة الحوثيين التي يقولون فيها أنهم لمن يسلمون السلاح، جاءت هذه الخطة لتضمن أن مخاوف الحوثيين لن تكون هناك، لأن طرفا غير موال للرئيس هادي سوف يستلم هذه الأسلحة ويشرف على استلامها، ومع ذلك رفضت هذه الخطة. ما الذي يمكن أن يفعل أكثر من ذلك؟ المشكلة يقولون إنهم صامدون، عام ونصف من عاصفة الحزم، لم يستطيعوا. هذا هو الإشكال. لم تمنعهم من استمرار السيطرة على صنعاء وأجزاء كبيرة من اليمن. الإشكال الآن أنهم يصمدون بالضحايا المدنيين، أنهم يصمدون بالمجازر التي تحصل، أنهم يصمدون بمعاناة الناس، بالانهيار الاقتصادي، بتفسخ النسيج الاجتماعي، وفي الأخير سيصلون إلى مائدة المفاوضات. لن يحكم اليمن بطرف واحد وهم يعرفون ذلك، لكن الإشكال الآن أنهم عندما يقولون، أضرب مثال آخر، الرئيس السابق علي عبد الله صالح قال في خطابه السابق قبل اليوم، قال نريد السلام، يدنا ممدودة للسلام، وفي ذات الخطاب قال القرار الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني دفنت كلها. إذن على أي أساس تريد السلام؟ كيف يمكن أن يكون الحل؟ بعدما جرى أمس بصنعاء دعا علي عبد الله صالح اليمنيين أن يهبوا إلى الجبهات مع السعودية. دكتور الشهري، الآن مع الموقف الأمريكي هذا ألن يبقي المملكة العربية السعودية من دون غطاء؟ يعني الحديث عن تقليص دعم، عن سحب مستشارين قبل أشهر، عن ربما مراجعة لمبيعات الأسلحة، هذا يترك الرياض وحيدة في هذه المعركة تقريبا. أحسنت. في الواقع لسنا وحيدين، ونحن عندما قمنا بعاصفة الحزم لم نأخذ رأي الولايات المتحدة ولن نأخذ رأي أحد عندما سنقوم بحماية منطقتنا ومساعدة إخواننا عندما يخدمون إيران أو عندما تكون إيران موجودة وبراثينها موجودة في داخلنا العربي. هذه من جهة أخرى صدقني الحوثي لا يصمد لا يصمد لأنه اتفاقات دولية تجعله وتجعل إيران يصمد، تهرب له السلاح من جهة، وكذلك تعرف قوات التحالف ضرباتها تعتبر دقيقة، تحاول أن تركز ضرباتها فقط على مخازن السلاح، على تحركات الحوثي، على الجبهة فقط، وعندما يكون هناك اختراق للحدود السعودية. إذن لو كنا نستخدم تلك الطريقة التي تستخدمها روسيا، أقول روسيا، لم يبقى في اليمن ولا أحد تعرف لكان ذلك، انتهت الحرب. ولكن دكتور الآن هناك غطاء أمريكي يرفع جزئيا، هل تستطيع المملكة المضي في هذه المعركة؟ نعم يا سيدي الكريم، الحوثي هو يقوم وهو ميليشيا ويقوم بهذه الحرب، فما بالك في دولة مثل المملكة العربية السعودية تمتلك مقدرات ولديها جيش كبير. طبعا كانوا يضحكون عليه جيش الكبسة، واليوم يكبسهم أكثر من كبسة، يعني نعرف ماذا يحصل. فهذا الجيش أثبت لهم أنه قوي ويستطيع دحرهم ودحر إيران. قبل أيام كنا في البحر ووصلنا إلى حدود إيران الذي دائما يحتمون خلفه، ولم تستطيع أن تقول إيران كلمة واحدة أو توقف أو تستفز أي سفينة لنا أو أي مكان. لماذا؟ عن المناورات التي أجرتها البحرية السعودية. نعم المناورات. نعم. أريد أن أقول أن هذه المناورات وكل ما نعمله في البر في الجو وفي البحر هو رسالة أن هذه منطقتنا وسنحميها ولن نأخذ إذنا من أحد. والحوثي الذي سيختفي ويقبع خلف إيران سيجد نفسه يوما من الأيام حتى إيران لن تستطيع تقدم له شيئا، وهي في ذلك فقط تستخدمهم وترمي بهم. أما علي صالح الذي تبعهم وحاول أن يركب هذه الموجة مع إيران سيجد نفسه أنه باع عروبته، وهو قد باعها طبعا واستبدل جوازه العربي بفارسي، ويقول للعالم الآن، يقول هبوا إلى الحرب. حرب من؟ على دولة كانت تدعمك؟ حرب على من؟ على من عالجوك وكنت بين الحياة والموت؟ حرب على من؟ يجب أن تعرف من تحارب وكيف تستخدم حربك أيها الأرعن. نعم دكتور الشرفي، ألا تبدو دعوة الرئيس علي عبد الله صالح والحوثيون من حلفائه الآن غريبة فعلا؟ يعني مزيد من الحرب، ألا يحتاج اليمن إلى السلام والمضي واتخاذ قرارات جريئة لإنهاء هذه الحرب؟
قبل أن أجيبك على سؤالك أريد فقط أن أضيف نقطة. الحالة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ليست حالة تحالف أساسا، هي حالة استخدام سياسي وحالة استثمار اقتصادي. ليس هناك سياسة منطقية للمملكة العربية السعودية تستطيع من خلالها أن تراعي مصالحها. في الأخير هي تحولت إلى مخرج للسياسات الأمريكية، وأحاطت نفسها بعداوات من الدول التي كان يفترض أنها هي التي تتسيدها باعتبارها مؤهلة لأن تكون على رأس النظام العربي، لكنها لم ترعى مصالح أحد، تحولت إلى إخراج السياسة الأمريكية وهي تستثمرها اقتصاديا من خلال شراء الأسلحة والاستثمارات هناك، والتفاصيل هذه يطول الحديث فيها. بالنسبة لموقف الرئيس علي صالح، الرئيس علي صالح هو اتخذ الموقف الذي يجب عليه أن يتخذه أمام هذه العملية النكراء التي حصلت. عندما يتكلم أخي من الرياض ويقول أن هذا الجيش كبس، هو لم يكبس أحد، هذا الجيش لم يستطع أن يحمي حدوده، كل ما فعل هو أن توجه لقتل المدنيين. الآن الأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من 10,000 مدني قتل، بالأمس قتلوا بشكل سافر ما يقارب 700 بين قتيل وجريح. هم بالفعل كبسوا المدنيين، وهناك قتلى ومصابين بما يقارب 50,000 يمني. أما في الحدود فهو يعرف أنه ذهب إلى استدعاء كيري ليحمي حدوده. الرئيس صالح هو وجه دعوة لليمنيين أن هذا العمل بات واضحا، أننا نواجه عدوانا همجيا، عدوانا لا يلتزم حتى بقواعد وأخلاقيات الحرب. من يرتكب تلك العملية في وضح النهار وعلى قاعة مدنية لا وجود لأي شبهة، لا معسكر بجوارها ولا أي موقع يمكن أن يكون هدفا عسكريا، هذا العدو يجب أن يواجه. وهذه هي الدعوة التي أطلقها علي صالح. طالما أن هؤلاء يتلاعبون بالحل السياسي الذي كان يجب أن يكون قد أنجز سابقا، سيستمروا في عملياتهم هذه التي بات ضحاياها من المدنيين أكثر من المقاتلين. وبالتالي يجب أن يستنفر الشعب اليمني الآن للدفاع عن نفسه، لأن المملكة العربية السعودية والتحالف ككل أصبح يستهدفه في منازله، في أسواقه، في طرقاته، في قاعات أعراسه وتعازيه وما إليه. وبالتالي نحن نضع هنا أن هناك رسالة واضحة أن المملكة العربية السعودية أصبحت حالة داعشية بامتياز. نعم. هي تستهدف المدنيين ولا تستهدف واضح تماما الفكرة دكتور الشرفي، بنفس الشكل. الفكرة واضحة تماما. محمد جميح، الكلمة للسلاح، ماذا إذن عن الحل السياسي؟ ضاع بين دماء الضحايا؟ وأنا أعتقد أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح في خطابه اليوم يعني هو كان خطابا انفعاليا، لكن عند الوقائع صالح يعرف كيف يلعب بأوراقه بشكل جيد. الهدنة ربما تدخل قريبا حيز التنفيذ، وهنا المحك عنها اسماعيل ولد الشيخ أحمد 72 ساعة. وهنا المحك، يعني هنا المحك. أنا كنت أتمنى لو أن الرئيس السابق، صحيح أن ما حصل بالأمس وبالمناسبة ما حصل طال القيادات يعني في حزب المؤتمر الشعبي العام وغيره وقيادات عسكرية، كنت أتمنى لو أنه لا يقول كلاما على عواهنه، لأنه بعد أيام سيدخلون في هدنة. ماذا سيقول الناس الذين دعاهم إلى التوجه إلى الحدود بعد أن يدخل هو والحوثيون في هدنة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة، ويذهبون بعد ذلك إلى الكويت أو إلى مكان آخر؟ هذا ليس الحل. نحن ينبغي أن ندفعنا ما حصل بالأمس إلى أن نوقف الحرب. الذي سيمنع كل هذه التجاوزات هو إيقاف الحرب، وإيقاف الحرب لها مرجعياتها 3: قبيلها الحوثيون وصالح والحكومة الشرعية، حوار وطني مخرجاته، مبادرة خليجية، قرارات دولية. إن هذه يعني دعوة للاستسلام، لن يستسلم. لا ليست، لا، هذا هو الخطأ الذي يفهم. القرار الدولي لا يدعو الحوثيين إلى الاستسلام. أخي العزيز، هناك فرق بين أن نقول لك الق سلاحك وألغي وجودك العسكري والسياسي والاجتماعي والديني والمذهبي، وبين أن أقول فقط هات السلاح ليكون في يد محايدة، تشكل حكومة، تكون أنت جزءا منها، جزءا من الدولة. لكن عندما ترفض أنت ذلك الحل، فهذا يعني أنك لا ترفض
الحل لأنك ستلغى، وإنما ترفض الحل لأنك تريد الدولة، لا تريد أن تكون جزءا من الدولة. لا يكفيك ذلك، أنت تريد أن تكون الدولة وأن تكون السلطة وأن تكون الجيش والأمن، ولا تريد أن يشاركك أحد في ذلك. وإلا أنت الآن ما الذي يمكن أن يجر على الحوثيين دخولهم في حكومة وحدة وطنية مع تسليم السلاح لجهة محايدة ليست لحكومة الرئيس هادي كما ينص القرار الدولي؟ إرجاع السلاح والمنهوبات. تنازلت الحكومة الشرعية عن هذا الشرط وقالوا يسلم لجهة محايدة من اليمنيين، ومع ذلك يصر الحوثيون على أن يرفضوا ذلك. إذن من المسؤول الآن؟ ينبغي أن نقول بكل صراحة الذي ضرب القاعة بالأمس مسؤول، ومسؤول أيضا من يعاند ويماطل ويخادع ويخاتل في تنفيذ القرار الدولي، وله كل يوم شأن آخر وله كل يوم حجة أخرى، مع أن الأمور واضحة. الأمور واضحة، ودماء اليمنيين ينبغي أن تكون مقدسة، ولا ينبغي أن تكون مزادا علنيا ويزايد فيها الحوثي وصالح وغيرهم من الأطراف. حتى اليوم حسن نصر الله خرج من مخبئه ليقول بأنه يدين، وهو الوارث في دماء السوريين. نظام الأسد دان ما شاء الله. هو يعني الذي دعني أقول لك أن ما حصل، النقطة أخيرة، أن ما حصل في اليمن جريمة حرب امتياز، لكن لا يجوز للحوثي ولا لعلي عبد الله صالح ولا لحسن نصر الله ولا نظام الأسد أن يدينها. لماذا؟ ليس لأنها ليست مدانة، لأنهم مجرمو حرب تماما. ومجرم الحرب لا يحق له أن يدين جريمة حرب. دكتور الشهري، هل ما جرى أمس في صنعاء والموقف الأمريكي سيدفع المملكة إلى إعادة النظر بطريقة أو بأخرى في سياستها تجاه اليمن؟ طبعا فقط نقطتين أعلق عليها لو سمحت. ذكر السيد عبد الوهاب عندما قال أننا نستخدم من قبل أمريكا. لو كنا كذلك لسلمتنا العراق أمريكا بعد أن غزتها، لو كنا كذلك لساعدتنا على استرداد سوريا وأعطتنا إياها، لو كنا كذلك لأعطتنا اليمن وعندها قرار 22/16 يغطي ذلك، ودخلت ببوارجها وطائراتها ودخلت معنا في الحرب في اليمن، ثم قالت اليمن لكم وثم كذلك دونكم لبنان. لكن كل ذلك طبعا نوع من الكذب يعرفون والخداع، بل هي سلمتها لإيران ويجب أن نعرف ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول حالة داعشية. أنا أريد أن أقول له 6 حروب وهذه 7 قامت بها الميليشيا الإرهابية على الدولة اليمنية، والكل يعلم، ليست السعودية بل هم الميليشيا، وقتلوا أكثر من 70,000 من الجيش اليمني ويفاخرون بذلك. كل ذلك خدمة لمن؟ لطهران ومن فيها، ونعرف ذلك. هذا على جنب، والآن الحرب السابعة هم فيها. أيضا علي صالح 30 سنة قتل الشعب اليمني وافقره وادخله باختصار في شديد، ليس لدي يعني وقت ارجوك، يعني سياسة المملكة باختصار شديد بعد الموقف الامريكي. نعم، آخر كلمة، واليوم يدخلها في حرب مع جيرانها. أما بالنسبة للولايات المتحدة، تعرف المملكة العربية السعودية اليوم هي ستقوم بشرق أوسط جديد تنظف منها عملاء إيران وإيران، تقوم بفوضى خلاقة ترسل هؤلاء العملاء والفوضى تعود إلى تلك البلدان التي أصبحت فيها إيران، تقوم بقانون جاستا تطبقه على إرهاب إيران وما تفعل هذه الدولة الإرهابية الخامنئية ومن يتبعها الخمينيون، هؤلاء الذين الخمينيون الإرهابيون. شكرا لك من الرياض. نعم. الدكتور حمدان الشهري، الكاتبة والباحثة في العلاقات الدولية.